بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى وأغلى متابعين ومشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. طبعا أيام معدودة وهيجي العيد، كل سنة وانتم طيبين. والعيد ده زي ما انتم عارفين كده عيد اللحمة بأشكالها. أول حاجة هنبدأ نعملها، أنا عندي لحمة راس، جبت لحمة راس. أنا عارفة إن في ناس كتيرة ما بتحبهاش أو ما بتعرفش تعملها. هنعملها لكم بطريقة جديدة هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده لحمة الراس بتبقى متلبسة كده احمر على ابيض على قراقيش كده، بتطلع في منتهى الجمال. انا غسلها غسله كويسه جدا، وبعد ما غسلتها حضرت حلتين، حله للشوربه العاديه اللي هنسلق فيها، وحله تانية هننزل نصمت فيها اللحمه بتاعتنا، يعني هنطلع اي زفاره او اي دم او اي حاجه هتطلع فيها، وهنكبها تاني. زي ما انتم شايفين كده ادي الحله الاولانيه، حطيت فيها الميه، حطيت فيها اللحمه تغلي غلوة كده، تطلع الزفارة بتاعتها، دم زيادة، الريمة بتاعتها. شايفين المية اتعكرت ازاي؟ ادي الريمة اهي، احنا مش هنعمل فيها حاجة، هناخدها زي ما هي، هنكبها في الحوض وهنغسل اللحمة من اول وجديد. اي زفارة بقى او اي طعم او اي حاجة مش مستحبة هتروح في المية الاولانية دي اللي احنا غليناها غلوة فيها. شايفين المية دي كلها هنكبها وهنغسل اللحمة تاني. بعد ما كبناه وشطفنا اللحمة تاني بقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده، هناخدها زي ما هي ونحطها في الحلة التانية. الحلة دي انا حاطة فيها شوية مية كده قليلين، انا مش عايزة شوربة كتير، مش هنستعمل فيها شوربة كتير. هننزل باللحمة بتاعتنا، هتسلقيها زي ما بتسلقي اي لحمة عادية. هتحطيها في الميه اللي بتغلي، وهتحطي بقى الملح وفلفل اسود، ورق لوري، مستكه، حبهان. هتحطي كل الاضافات دي كانك بتسلقي لحمه، اللحمه العاديه. هنقفل عليها كده ونسيبها لغايه ما تستوي كده، تاخد وقتها وتستوي. الحله دي طبعا بتاعت الضغط ما تاخدش وقت في السوا. هنا بعد ما استوت وبردت معايا خالص، هنبدأ نقطع فيها كده قطع صغيرة. تقطعيها بالمقص كده أسهل من السكينة مليون مرة. بالمقص كده بتقطعي قطع اللحمة اللي انت عايزاها، القطعة المناسبة اللي تناسبك، بتقطعيها قطع صغيرة. زي ما انت شايفة قطعنا كمية اللحمة كلها. هنبدأ بقى نحضر الحاجات الإضافات اللي هنضيفها. أنا عندي هنا بصل صغير، لقيت بصل صغير عندي كتير، أخدت حبة كده منهم وهنحطهم صحاح كده زي ما انتوا شايفين. هنقشرهم بس كده وهنحطهم زي ما انتوا شايفين كده صحاح. لو ما عندكيش البصل الصغير ده، انت هتقطعي البصل بتاعك الكبير شرايح كده عادية، جوليان كده، ما تقطعوش قطع صغيرة، عايزينه قطع كبيرة. جبت الجريل بتاعي، حطيت فيها معلقه سمنه كده حلوه محترمه، وهننزل بيها بالبصل. انا حطيت سمنه كتير لان اصلا لحمه الراس ما بتبقاش سمينه، يعني السمين اللي فيها ده لا مش سمين، ده بيبقى ليه طعم كده زي عامل زي الكوارع كده. اول ما البصل كده تقلبيه ويصفر معاكي كده يدي لون، هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا. برضه هنديها تشويحة كده في حتة السمنة كده اللي احنا حطيناها لغاية ما تنشف معايا كده، هنحس انها اتحمرت معايا بمعنى اصح مع البصل. اول ما هنلاقيها نشفت كده واتحمرت معايا، هنبدأ نحط البهارات. معلقة ملح، معلقة فلفل اسود كبيرة، ومعلقة مرقة فورية، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ملح برضو. وهنقلب هنقلبهم في البهارات كده تقليبة حلوة. وبعدين هننزل بالتومه بتاعتي، راس توم كده، راس توم تكوني مقطعاه كده، مفصصاه ومقطعاه قطع، وهتنزلي برضو تقلبي فيهم كده. اول ما تشمي ريحه التوم بتاعك هتبداي تحطي الاضافات بتاعتك. انا سبتها تتحمر كده، اول ما شميت بريحه ريحه التوم هنبدا نحط الفلفل بتاعنا، الفلفل الوان على قرنين فلفل كده حراقين. اهم حاجه الفلفل الحراق بيدي طعم حلو قوي للاكله دي. حط قرنين فلفل حراق، والباقي الملون ده الفلفل الحلو. هتقلبيهم تقليبه حلوه كده على بعضيهم عشان يشربوا من البهارات كويس.
وبعد كده هننزل بكوباية شوربة، كوباية الشوربة من بتاعة اللحمة كده هتنزلي بيها. عندك كمان دبس رمان بتحطي قد معلقة، لو ما عندكيش دبس رمان البديل ليه ليمونة كده، تعصري ليمونة ومعلقة عسل اسود. ما عندكيش عسل اسود يبقى ليمون بس. هتقلبيهم بيدي طعم حلو قوي للأكلة دي. هتقلبيهم كويس جدا لغاية ما يبدأوا ينشف ويشربوا الشوربة اللي أنا حطيتها. هتشوفي اللحمة بتاعتك كده استوت تمام، البصلة برضو استوت بقت تمام. هنبدأ نضيف الحاجة الأخيرة اللي هي الطماطم. الطماطم مقطعة برضو هنقطعها كده قطع كبيرة، وهتحطيها آخر حاجة تحطيها على اللحمة بتاعتك. شايفين مقطعة كده طماطمتين قطع كبيرة كده، وهتحطيهم على الوش. تقلبيها تقلبتين 3 كده يغلوا غلوة كده كمان، وتبدأ الطماطم تدبل معاكي شوية، تبقى كده بقت الأكلة تمام التمام. زي ما انتوا شايفين كده هنسيبها على النار شويه لغايه ما تشرب الشوربه بتاعتها. تشرب الشوربه بتاعتها بس ما تبقاش ناشفه قوي، لا تبقى جوسي يعني فيها شويه شوربه كده صغيرين. وبعدين تتقدم مع طبق رز ابيض او تتاكل بالعيش العربي، بتبقى في منتهى الجمال. يا ريت اللي عجبها الفيديو ما تنسانيش في اللايك والتعليقات ان شاء الله بحرف واحد، وتقول لي من انه بلد بتتابعني من انه بلد. اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم.